والله ما توقعت بتكون هاي ردة فعلهم، انهم ما بيسلمون على منتخب المغربي. يعني انتم النشامة، انتم الناس الكرام ومعدنكم طيب. يعني هاي كورة فوز وخسارة، اقل ايمان بسلم عليه بقول له مبروك. انتم اخوان، كنا عرب يا اخي. يعني تعرفون الكاميرات كلها موجهة عليكم، بتخلون اللي ما يسوى واللي ما يستاهل يعني يقول كلام عنكم يعني مش طيب. بيقول عنكم ما سلموا علينا وما سلموا على، يعني في ناس سبحان الله يدورون الزله، يدورون الكلام، يدورون اي شيء عليكم. لا تعطوا حق الناس اللي ما تسوى شيء ان يتكلمون عليكم. يعني عيب الحركه انك ما ترد السلام او ما تبارك حق اخوك. قول له مبروك، خذها بروح رياضيه. انتم معدنكم طيب وناس طيبين. حركه حلوه طلعت منكم ان المنتخب المغربي يسلم عليكم وانتم ما تردوا السلام. السلام عليكم، سلام لله. اول شيء هاد اللقطه هذه غير انسانيه وغير احترافيه وما دخلش في عالم كره القدم. اياما شفنا لاعبين واياما شفنا نجوم كبار كيخسروا مونديال اللي هو مونديال وكيخرجوا، ولكن ما كيفقدوش وما كيتخلوش على الروح الرياضيه ديالهم وعن الجانب الانساني ديالهم. انا شفنا هاد اللقطه ما مزياناش. لقطه كتضر بالخطر مع واحد الانسان اللي حرفيا كيحترم الجميع. من تواضع لله رفعه، وكما كنقولوا دائما انا منية دائما هو اللي كيغلب، وتيشي اللي كان منية هو اللي فاز في الاخير. وكان خرج الحارس قبل المباراة بعد المباراة ديال المنتخب السعودي، وقال الحارس المنتخب الاردني ان سالم الدوسري شايف نفسه يعني مع اللي خنافرو، شايف نفسه. هذا هو اللي قالوها، ولكن هنا اليوم شفناها بعض اللاعبين ديالهم هما اللي طبقوها في الارض الواقع. تصرف صراحة يدل على عدم احترافية من لاعيبة المنتخب الأردني، مع كل احترامي وتقديري للشعب الأردني، ولكن هذا التصرف غير مناسب في هذا المحفل. أمس بعد مباراة السعودية والأردن طلع أبو ليلى في المؤتمر الصحفي قدم نصيحة لسالم الدوسري: يا سالم سلم، أنت كنت تسلم من دون نفس. وطلعوا الصورة كان ما جد سالم الدوسري. طيب وهذه الصورة يا أبو ليلى، مدرب المنتخب المغربي لدرجة أن يضرب إيد اللاعب الأردني ولا يرد عليه؟ يا أخي وين الروح الرياضية؟ وين؟ أوكي أنت زعلان أنك خسران النهائي، بس هذا لا يعني أنك ما تصافح. يا أخي مد يدك وخلاص انتهى الموضوع. ما أقول لك ابتسم له، لا مد يدك يا أخي. نعم روح الرياضية. هذا التصرف صراحة ما كان يليق من بعض لعيبة المنتخب الأردني. ادري منو انت ارجنتين، برازيل، فرنسا، منو انت؟ منتخب المغرب اللي محقق رابع العالم وبطل العالم للشباب، بطل كاس العرب، واسماء ونجوم كل تواضع واقفين ومسوي لكم ممر شرفي يا منتخب الصدفه تجون ما تسلمون عليهم. كلام مهم جدا لأهل المغرب وخصوصا الكابتن طارق. نحن ما بنعرف إذا كان صاير إشي خلف الكواليس، ولكن اللي بنعرفه لحد الآن واللي نحن شايفينه إنه نحن ندين باعتذار للكابتن طارق على ما بدر من المنتخب الأردني. ولكن المنتخب الأردني كان دائما يعاني من ظلم التحكيم زي ما صار أمس، وهذا الإشي لا ينتقص من المنتخب المغربي أو حصول على الكاس، بالعكس قدم مباراة جدا جميلة هو والمنتخب الأردني. كان في روح قتالية، كان في روح رياضية، كانت مباراة جميلة جدا. ولكن ظلم التحكيم دائما كان يواجه المنتخب الأردني، لحد أمس كمان واجه هذا الموضوع. المنتخب الأردني انتوا خسرتوا الكاس، ولكن فزتوا بقلوبنا، فزتوا بثقتنا. والكابتن جمال سلامي المفروض الأردن تنهي العقد تبعه، يعطوه عقد جديد ألا وهو مدى الحياة. إنسان بيستاهل، إنسان أصيل شريف، قدم مباراة جميلة جدا قدام البلد الأم. فشكرا جمال سلامي، شكرا كابتن طارق على تواضعك. مبروك للمغرب الفوز، وهارد لك لمنتخبنا اللي قدم أمس أجمل مباريات الموسم كله. مباراة فيها روح قتالية، ناس جاي تأخذ الكاس وترجع فيه، وكنتوا قد الثقة حتى لو خسرتوا الكاس. والله يلعن الحكام. السكتيوي المدرب تاع المغرب خلاو له يدو هكذا تبعها. شوف مليح، لاعب المنتخب الاردني وما يخمسش مع مدرب المنتخب المغربي تبعها. هنا دار واحد الحاجه لاعب تاع المنتخب الاردني. انا في نهايه الفيديو راح نفهمك وش صرا، علاه ما خمسش معاه. راح نمد لك السبب في نهايه الفيديو. قبل ما نهضروا على السبب، في الرياضه في كره القدم كاين واحد المبدا كبير، هو الاحترام المتبادل.
المدرب تاع المنتخب المغربي سكتيوي كيرما يدو شغل مشى في هذاك البرانسيب، مشى في هذاك المبدا. اللاعب تاع المنتخب الاردني كسر هذاك المبدا، ماشي غير لاعب، التصرف كان جماعي ماشي من لاعب واحد. هي علاش كسروا البرانسيب هذا، علاش كسروا هذا المبدا؟ خاطش لا ديفات، خاطش الخساره فهمت كانها اهانه. شو العقل والباطن ولا عقل والحاضر ولا ايا كان ما فهمش بلي هذه مجرد خساره ماشي اهانه. ما هانكش كي ربحك، لا لا، هاني اهانني، لازم نعاود نرجع الاهانه بحاجه كيما هي، نخلي لك يدك في السماء. ودوك نعطيك سبب مين تجي هاد العفسه. كيكون فريق غير متعود، ماشي مولفين يتنافسوا، ماشي مولفين يلحقوا لي فينال، ماشي مولفين يلعبوا على اشياء مهمه. هذا وين فتحت عينيهم، يعتبروا الوصول لنهائي ولو كاس العرب، يعتبروا الوصول للنهائي ليه كما حطوا وجوديه. نخسر هاد لا فينال معناتها خلاص ما راحش نزيد نشوف فينال، ما عندوش كونفيونس داخل عمرو باللي لا تجي. هذه مين تجي كي توالف تشارك وتلعب لي فينال وتربح، على بالك بلي اليوم ربحت وغدوه تخسر. اهم شيء يبقى الاحترام، يبقى الريسبي. كي تكون جديد وماشي موالف وتتخلع يصرى لك هكذا، ما عندكش ثقافه التنافس المستمر. دير هاد الاحداث، انا هذا هو تفسيري. خاطر سي با نورمال انت كملت الماتش وشيتوك بردان مور الماتش، هذه فيها والو. هذه نشوفوها كاع في اكبر الملاعب، مام كي تصرح تيكاك مور الماتش ولا دبزه ولا، ومن بعد كي يخلص الماتش خلاص كلش. هكذا ما فين نشوفوه في النيفو العالي. بون كي ما تكونش لاعب في النيفو، هذا هو الشيء اللي يديروا. على كل حال مبروك المنتخب المغربي، هنا ونقولوا هارد لك المنتخب الاردني. هذه اكثر لقطه محزنه ومستفزه في نفس الوقت، وتبين قله الاحترام من لاعبين الاردن تجاه مدرب المغرب. مدرب المغرب مد يده لمصافحه لاعبين الاردن، مواساه لهم، الى انهم ما ردوا المصافحه بل تجاهلوا المدرب وراحوا لمنصة التتويج. المصيبة والكارثة مو هنا، المصيبة والكارثة حارس الأردن أبو ليلى قبل 3 أيام أو يومين مع سالم الدوسري كابتن السعودية طلع وقال رسالتي لسالم الدوسري: أتمنى التواضع، أنت لاعب كبير، قبل المباراة لم يسلم علينا بشكل جيد وحقيقة استغربنا جميعا ما قام به، أتمنى منه أن يتعلم من ياسر قحطاني. طيب أنت لاعبين منتخبك كلهم ما ردوا المصافحة على مدرب المغرب، هذه قلة احترام. ما ودي أكثر صراحة، لأن الموقف صراحة مستفز جدا للأمانة. لقطة مستفزة يا جماعة، عدم مصافحة لاعبي الأردن للمدرب المغربي بعد المباراة لقطة مش حلوة أبدا حق لاعبي الأردن. المدرب المغربي بس كان حابب يحيي لاعبي الأردن بعد المباراة. كرة القدم يا جماعة هي احترام متبادل، هي تقبل الخسارة. شايفين هذا المدرب طارق سيكتوي، مدرب المنتخب المغربي اللي شارك ببطولة كأس العرب. تعرفون هذا المدرب احنا المنتخب العراقي قابلناه واجهناه بأولمبياد باريس 2024 اللي خسرنا من المغرب 3-0. كان المنتخب المغربي على طاقة ومستوى عالي، منتخب خارق، كان من الممكن انه يعني ينهي المباراة اكثر من هاي النتيجة، ولكن كانوا شوية عندهم رحمة. البارحة بعض لاعبين المنتخب الأردني بعد خسارتهم بطولة كأس العرب صراحة تصرف كان مخجل وسلوك مو حلو بدر من اللاعبين. انه مدرب طارق سيكتوي رغم انه يفايز ومنتصر واخذ البطولة ولكن كان متواضع. لاعبين المنتخب الأردني بعضهم ما ردوا السلام عليه ولا اعتبروا له اعتبار، ولا كان تصرف غير لائق وما بأي تقدير. تعرفون هذا المدرب يعني ثروة للمنتخبات العربية وللجمهور العربي. هذا المدرب أكثر مدرب متواضع، هذا المدرب خسر منتخبات كبيرة، منتخبات عالمية، وما حد تصرف وياه التصرف. هذا المدرب يستحق كل الاحترام من الجمهور العربي، لأن قدم فريق من أسماء مو من الصف الأول، ولكن ما كان اكو اختلاف بأدائهم من أداء المنتخب الأول المغربي. فشكرا طارق سكتوي، مدرب ولا أروع. بعيدا عن اني بحب اشجع منتخب الاردن في الكرة الاسيوية وبعيدا عن احترامهم طول البطولة، انا والله ما كنت شفت اللقطة بتاعتهم وهم رافضين، لعيبة المنتخب رفضوا يسلموا على مدرب المغرب. شفت تعليقات كتير ففهمت، في ناس منشنت، في ناس بعتت لي الفيديو، فانا ما كنتش شفت والله. وبالعكس تماما، الصح بنقول عليه والغلط بنقول عليه. لقطة بصراحة لا تمت للروح الرياضية بصلة، ولا الذوق ولا الأخلاق اللي اتعودنا ان احنا نشوفه من لعيبة الأردن، بل بالعكس هتفضل نقطة سودة دايما من لعيبة منتخب الأردن، ان هم في يوم من الأيام رفضوا يسلموا أو يتعاملوا بالطريقة دي مع منتخب محترم
مع مدرب محترم مع جمهور محترم، بس احنا ممكن نبص لها من منظور ان احنا اخوان والمسامح كريم. يعني يا رب ما نزعلش من بعض، في الاول وفي الاخر دي كورة، بس عدم الاحترام ملوش علاقة بصراحة. بس خلينا ناخدها في حتة الكورة نرفزة ملعب زي ما اوقات كتير بنقول، ونعديها، لان احنا في الاول وفي الاخر اخوان. طبعا انا اليوم يلا شفت مقتطفات من ماتش امبارحه النهائي ما بين الاردن والمغرب، واحزنني بصراحه تصرف لاعبي الاردن، يعني تجاهل المدرب والسلام عليه، ويعني والله العظيم يعني حسيت كأن هذا الموقف صار بي. هذا يعني من احقر بالنسبه لي المواقف اللي يمر بيها مدرب. اي واحد بينا يكون ماد ايده والثاني ما يسلم عليه وعلى الملأ وقدام العالم والناس، ويمكن ملايين حتى قاعده تشاهد المباراه. والطريف انه قبل كم يوم المدرب او مو المدرب، حارس المرمى الاردني يعتب على سالم الدوسري. طبعا انا مو دفاعا عن سالم الدوسري ولا على اي احد، انا ما احبه ولا احب المنتخب السعودي. يعني هذا طبق قول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. يعني تكلمت عن خلقه وما رضى يسلم عليكم، وكان تكبر وما تكبر. هذا شو تسموه اللي صار بالملعب؟ هذا أسوأ من اللي سواه ياسر الدوسري أو سالم الدوسري مليون مرة. والله العظيم عيب. أنا يعني ما أحب يعني أتخيل حتى أني أكون مكان هذا المدرب. يعني أنا والله العظيم استغربت من المدرب مسكين يضحك ومبتسم وحاول يسحب اللاعب حتى يواسيه. شو خسارة حياتك؟ يعني انت تكون تصرفك بهذه السفالة قسما بالله. يعني لو كنت المدرب يمكن اقل شيء حسوي ابزق عليه قدام الناس، مثل ما اهاني اهينه قدام الناس. وانتو لو كنتوا مكان المدرب بكل صراحة كيف راح تتصرفوا؟ تحياتي. ايه اللي يخلي لاعيبه الاردن ترفض مصافحه لاعبي ومدرب المغرب بعد مباراه كبيره بيقدمها منتخب ولاعيبه الاردن، الى انهم بيقرروا ان هم يرموا كل الكلام ده في الارض بعد نهايه المباراه؟ لاعبي الاردن رفضوا مصافحه لاعبي ومدرب المغرب. ايه القصه؟ بعد توقعات كتيره لمين هياخد كاس العرب، وهل حد هيقدر ينتزع اللقب من صاحب اللقب الا وهي الجزائر، لكن بتيجي الاردن وبتعمل حاجه مختلفه تماما وبتقدم مستوى غير العادي، وعلى المقابل هتقابل منتخب شرس، افضل منتخب عربي حاليا وهو منتخب المغرب. ودي حقيقه لا يمكن ان ينكرها احد. فعلا منتخب المغرب بالارقام وباللعب وبكل الاحصائيات بيعيش فتره من افضل فترات حياته، وده لان المغرب الفتره دي بتمتلك لعيبه مهاريه قادره على اثبات ذاتها. الاردن بتقع قدام المغرب في نهائي كاس العرب، وطبعا المتوقع كان معروف من البدايه ان من الاردن دي اللي هتقف قصاد المغرب. ده اكيد المغرب هتخش تاخد المباراه من اول شوط، لكن بعد بدايه المباراه بينهم المواضيع بتختلف تماما. الأردن قادرة ان هي تكون موجودة، لعيبة ظاهرة بمستوى كويس جدا ومش جايين يلعبوا نهائي، دول جايين ياخدوا الكاس. المغرب بتسجل هدف والاردن بترد عليها بهدفين، لكن زي ما قلنا لحضراتكم المغرب بتعيش فترة من افضل فترات حياتها الكروية، تقدر ان هي بتعود بهدف والتاني علشان تصبح النتيجة 2-3. لكن رغم النتيجة دي الا ان منتخب الاردن قدم اداء لا يقل عن المغرب، لكن الكورة جوال وفي النهاية بتحصد المغرب لقب كاس العرب. بعد نهاية المباراة وقت صعود لاعبي منتخب الاردن علشان يحصدوا على الميداليات، تقف لاعيبه منتخب المغرب بالمدرب بتاعه ممر شرفي للاعبي منتخب الاردن. لكن هنا المشهد اللي ما عجبش حد، وقت مرور لاعيبه الاردن المدرب المغربي مد ايديه علشان يصافح اللعيب، لكن اللعيبه ما فيش ولا واحد فيهم مد ايده بالسلام، في مشهد يعكس كل اللي قدموه على ارضيه الملعب.